يلا تعالوا معايا كده شوفوا الصدور المشوية ديت، عاملاها بتتبيلة جميلة جدا صحية ومغذية ترفع القيمة الغذائية. جربوها كده وشوفوها معانا وتابعوا الطريقة عشان تعرفوا ازاي التتبيلة بتاعتها جميلة جدا جدا جدا. يلا بينا. يلا تعالوا معايا، النهاردة هعمل معاكم البانيه اللي انتوا شايفينه ده. ماشي، ده كده كيلو بانيه. حطيت هنا معلقتين ملح، معلقة بهارات مشكلة، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة شطة، علبة زبادي، معلقتين زيت زيتون. هتجيبي هنا كده معلقة جبس رمان. التتبيلة دي جديدة وطعمها جميل ونكهتها رهيبة. وهنا عندك الخل البلسمي. ماشي، هشيل كل الحاجات ديت وهوريكم هنعمل ازاي. تعالوا بصوا كده، انا جبت بولة حطيت فيها علبة الزبادي، حطيت فيها كده البهارات والملح، هحط عليهم معلقتين الزيت. دول بقى بيدي طراوه مع الزبادي للبانيه بتاعي، مهما قعد وجيتي تاكليه يبقى طري كده وطعمه جميل. وعلى فكره ممكن تشويه من غير ما تتبليه. المهم انت ايه الطريقه دي اعتمديها، جميله جدا. هنفضل نقلب في الحاجات ديت لغايه ما ندمجها كويس مع بعض. وهضيف عليها معلقه جبس الرمان، وهضيف عليها معلقة الخل البلسمي، وهقلبهم كويس. تعالوا بصوا معايا كده بقى، بعد ما تضيفي كده التتبيلة كده وتحطي فيها يلا قطع شرايح بتاعة الفراخ وتتبليها. وحاولي ان انت لما تتبليها تتكي عليها كويس كده عشان يتغلغل كده في كل حتة الخلطة بتاعتك وتديها نكهة وطعم جميل. التتبيلة دي ممكن تعمليها وتجهزيها وتشيليها عندك في الفريزر وقت ما تطلعي وتشوي منها. جميلة جدا جدا جدا، جربوها وبقولوا لي بقى في التعليقات عجبتكم ولا لا. بصوا بقى كده، انا قلبتها تقليب كويس اهو. تفضلوا تقلبوا فيها على قد ما تقدروا كده لغايه ما تديكوا تحسوا ان كميه اللحمه اللي فيها كده كلها دخلت في قلب التتبيله بتاعتكم. تفضلوا بقى تتبلوا فيها كده وتغمسوا فيها وتحطوا بقيه القطع وتغمسوها كويس، يعني تدخلوها جوه كويس جوه التتبيله وتقلبيها تقليب كويس جدا. وبعدين تحطيها في التلاجة. ويلا هي بعد ما طلعت من التلاجة هنبدا بقى نحط المقلايه على النار ونبدا نشويها في قلب المقلايه. طبعا المقلايه ديت حديد كده زهر فبتبقى غامقه. حاطه فيها معلقه سمنه كده بس مقلباها فيها مسحاها بيها. وببدأ بقى اشوي، يعني تشوي كده وتشوي كده لغايه ما الفراخ بتاعتك تتشوى معاكي وتطلع جميله وصحيه. بصوا كده، انا كده اهو بدات اشوي فيه. وانتي قاعده بقى هتفضلي تقلبي كده وتقلبي كده. الطريقه بتاعته دي جميله وصحيه. ده بالنسبه للناس اللي عامله كيتو دايت كده، الطريقه بتاعتهم دي، او اللي عامله حميه غذائيه ما بيعملوش بكفر زي ما انا قلت لكم، بنعمله كده. هنفضل بقى نقلب فيه كده ونقلب فيه كده لغايه ما يستوي، ولما يستوي هوريهولكم. يلا تعالوا معايا كده شوفوا شكل البانيه كده بعد ده اللي من غير كفر اللي شويناه وهو مشوي كده متشوح في قلب المقلايه. جميل جدا، صحي ومفيد. جربوه وان شاء الله باذن الله هيعجبكم.